من فتره كده كنت عملت فيديو بقول لكم فيه ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك من 20 ل 30%، شويه نصايح في السواقه كده يعني. النهارده بقى اقول لك على طريقه توفر لك 50% من استهلاك البنزين في عربيتك وانت سايب ايدك. احنا مش هنستخدم بنزين خالص اصلا، امال هنمشي بايه؟ بالغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي ده بقى خناقه كبيره جدا وفيها فريقين، فريق بيقول ان الغاز ده فعلا موفر وكويس جدا ولازم كل الناس اللي بتمشي كتير بعربيتها تستخدمه، وفريق تاني بيقول لك ان هو بيدمر موتور عربيتك وان هو بيقصف عمرها والفلوس اللي هتوفرها في الغاز هتدفعها بعد كده في صيانه العربيه. ايه الصح بقى؟ الناس دي ولا الناس دي؟ النهارده انا جاي اقول لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الغاز الطبيعي، خاصه لو انت عايز توفر في عربيتك وتركبه ولا ما تركبوش، وينفعك امتى وما ينفعكش امتى. وعشان المعلومات في الفيديو ده تبقى دقيقه يعني ومن ارض الواقع، من وسط الناس اللي بيغيروا العربيات للغاز الطبيعي والناس اللي بيغيروا عربياتهم للغاز الطبيعي، فانا رحت الكار جاز وصورت عندهم وشفت كل حاجه بتحصل عندهم في موضوع الغاز الطبيعي ده، وهنقول لكم الصوره كامله بكل ما فيها. الغاز تقريبا ارخص ب 40% من البنزين، ولو افترضنا ان اللتر بتاع البنزين بيمشيك من 10 ل 15 كيلو متر والمتر المكعب بتاع الغاز بيمشيك نفس المسافه تقريبا، فانت يعتبر وفرت 60% من الفلوس اللي بتدفعها في الوقود اللي بينقلك بالعربيه مبدئيا قبل ما تعمل اي حاجه. وعشان السبب ده هتلاقي كل العربيات الاجره، التاكسي والميكروباص وحتى الاتوبيسات بتاعه النقل العام شغاله بالغاز الطبيعي، لان الناس دي بتعمل كيلوهات كتير جدا، فالغاز الطبيعي بيوفر معاها فلوس كتير. والموضوع مش بس العربيات الاجره والعربيات الميكروباص والحاجات اللي بتمشي كتير، حتى الاستهلاك اليومي الطبيعي. انا مثلا الطبيعي بتاعي في اليوم ان انا بعمل تقريبا 50 كيلو، وده تقريبا بيكلفني في الشهر حوالي 2100 جنيه من الفلوس بتاعه البنزين. لو انا قلبت عربيتي بكره غاز هبقى بدفع 1100 جنيه بس، يعني تقريبا وفرت حوالي 50% من المصاريف الشهريه بتاعه التنقلات وانا بمشي 50 كيلو في اليوم بس، مش اكتر من كده. ومنظومه الغاز دي نفسها لو ركبتها في العربيه سعرها تقريبا من 6 ل 11000 جنيه، فلو افترضنا ان انت بتوفر 1000 جنيه في الشهر، فانت تقريبا هتلم فلوس المنظومه اللي انت ركبتها دي خلال 6 شهور او سنه بالكتير، وهيبقى الموضوع بالنسبه لك بعد كده الغاز موجود في عربيتك طول الوقت، وهتبيع العربيه كمان بيه. وممكن حتى تقسط المنظومه اللي انت ركبتها دي على سنه بدون فوائد، او حتى على اقساط تانية لمده 4 سنين. وده اللي يخليك تفكر جديا في الفكره بتاعه الغاز الطبيعي دي. الغاز الطبيعي ده بقى بيركب في عربيتك ازاي؟ ببساطه انت بتروح عند كار جاز بعربيتك وتقول لهم ان انت عايز تركب غاز طبيعي في العربيه، وهم بيفحصوا العربيه ويشوفوا النظام المناسب ليها. وده عشان الانظمه بتاعت الغاز دي فيها اجيال كتير وفيها تطور كبير وفيها حاجات مختلفه بتتركب حسب نوع عربيتك وحسب اللي يناسب العربيه بتاعتك. الموضوع كله بقى بياخد ساعات بسيطه جدا، بتروح تركب فيها النظام وبعدين تمشي بعربيتك ومش محتاج تعمل اي حاجه بعد كده. عندك الاول الاسطوانه دي اللي بتخزن فيها الغاز وموجوده في شنطه عربيتك ورا، ودي بتنقل الغاز من خطوط لغايه العربيه قدام، عشان في وحده تحكم الكترونيه مستورده متبرمجه مخصوص لعربيتك انت عشان تنظم موضوع ضخ الغاز جوه الموتور بتاع العربيه. والموضوع بيشتغل بمنتهى السلاسه، انت عندك زرار جوه العربيه بيبين لك معاك غاز قد ايه، ودلوقتي العربيه شغاله غاز ولا بنزين، وهنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. طيب المنظومه بقى بتاعت الغاز دي بتشتغل في عربيتك ازاي؟ ببساطه انت لما بتعوز تزود غاز بتروح اي محطه من محطات كار جاز، بتخش عندهم بيفتحوا الكبوت بيحطوا لك المسدس اللي بيزود الغاز، والعربيه بتفول بشكل طبيعي جدا زي البنزين عادي اللي انت بتحطه، وبعد كده بتدور وتمشي بالعربيه. مفيش اي حاجه زياده محتاج تعملها، كل اللي انت محتاج تعمله بس ان انت عندك زرار جوه العربيه بتشوف منه الاسطوانه فاضل فيها قد ايه في المخزون بتاع الغاز يعني، وبتعرف العربيه دلوقتي شغاله غاز ولا بنزين، والعربيه بتقلب ما بين الاثنين اوتوماتيك، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. ولو عايز انت تقلب غاز او بنزين في اي وقت مانيوال بتقدر تعمل كده، لكن هي وحده التحكم اللي انا قلت لك عليها دي هي اللي بتتحكم في الموضوع بالكامل بدون ما انت محتاج توجع دماغك باي حاجه. طيب الموضوع طلع سهل وموفر، هل بقى فعلا زي ما بيتقال ان الغاز الطبيعي بيأثر عمر العربيات والموتور في مقابل التوفير اللي انت بتاخده؟ هقول لك دلوقتي. كل المشاكل اللي انت بتسمعها عن الغاز الطبيعي هي موروثات قديمه، حاجات كانت موجوده اول ما الغاز ظهر وطلع في الاجيال القديمه جدا من المنظومات بتاعه الغاز، وللاسف من وقتها الكلام بيتقال لغايه دلوقتي، محدش بيتكلم خالص عن التطور اللي حصل في الاجهزه دي وازاي انها تخطت خالص كل المشاكل والمراحل اللي الناس كانت بتتكلم عنها قبل كده. قبل كده مثلا كان بيتقال لك ان انت لما تدور العربيه الصبح لازم تدورها بنزين الاول، ولما تبقى تسخن تبقى تقلبها غاز، ولما تكون مروح تبطل العربيه على البنزين مش على الغاز. دلوقتي المنظومه الالكترونيه اللي راكبه في نظام الغاز بتاعك بتعمل ده بالفعل، العربيه اول ما بتدور بنزين لغايه ما توصل لحراره التشغيل المظبوطه بتقلب لوحدها غاز، ولما تيجي تبطل عربيه هي بتبطل لوحدها على البنزين مش على الغاز، فانت مش محتاج تعمل اي حاجه من الحاجات اللي كانت الناس بتعملها زمان دي. الحاجه الثانيه كمان اللي كانت بتتقال ان انت كل فتره كده محتاج ان انت تقلب العربيه بنزين عشان تزود ترسبات الكربون الموجوده جوه الموتور وتحافظ عليه ومش عارف ايه. دلوقتي المنظومه بتاعه الغاز الجديده برضو
خاصه لما موتور عربيتك يعدي ال 2000 ار بي ام، بتبدا تضخ نسبه من البنزين في الخليط بتاع العربيه عشان تحافظ لك على عمر الموتور بتاعك، وعشان تقلل من الحراره بتاعه السلندرات من جوه، وده بيحصل بشكل اوتوماتيكي. والاستهلاك بتاع البنزين بيكون حوالي 3 ل 4 لتر لكل 1000 كيلو، فتقريبا ما بتحسش بالفلوس خالص، وفي نفس الوقت المنظومه بتحافظ على موتورك كانه شغال بنزين عادي جدا. واضافه لكده كمان في نوع معين من الزيوت مخصص للعربيات اللي شغاله بالغاز الطبيعي. شركه بي بتقدم زيوت فيسكو، ودي زيوت عليها اضافات مخصوص للعربيات اللي شغاله بالغاز الطبيعي عشان تحسن من ادائها وتطول من عمرها. فحتى المشاكل التانية اللي كان الناس بيتكلموا عنها ان بره في زيوت معينه للغاز ومش موجوده هنا، دلوقتي هي موجوده ومتوفره في محطات كار جاز عادي جدا. وبالنسبه للصيانه، العربيات الغاز صيانتها زي عربيات البنزين بالظبط، ودلوقتي كمان مع مبادره الاحلال بقى في عربيات بتخرج من المصنع مجهزه بالغاز الطبيعي عادي جدا، ومعاها ضمان عادي جدا 3 سنين او 100,000 كيلو زي العربيات البنزين. ولو الغاز كان بيأثر على المواتير دي وبيأثر عمرها، ما كانش المصنع خرج العربيه بالغاز الطبيعي واداك عليها نفس فتره الضمان بتاعت العربيات البنزين. فلو الغاز كان ليه اي ضرر على العربيات دي، ما كانتش خدت نفس فتره الضمان من المصنع اللي بيعملها بالغاز الطبيعي. فكل اللي انت بتسمعه عن اضرار ومشاكل الغاز الطبيعي دي كلها حاجات كانت موجوده من اكتر من 10 سنين، ومن ساعتها الكلام بيتنقل زي ما هو، محدش بيتكلم عن التطور اللي حصل في القصه دي. وقدامك دلوقتي في الشارع العربيات الاجره والميكروباصات اللي شغاله بالغاز الطبيعي، ومحدش منهم بيشتكي من كوارث بتحصل عنده ولا حاجه. النقطه اللي بعد كده ان في ناس بتخاف بقى من الامان بتاع الغاز، يقول لك انا هشيل اسطوانه فيها غاز في الشنطه عندي ورا ولا قدر الله ممكن تنفجر او يحصل حاجه. والحقيقه لو انت خايف من اسطوانه الغاز اللي في عربيتك، فمن باب اولى ان انت تخاف من تانك البنزين. الاسطوانه دي من سبيكه واحده وهي مستورده، واسطوانه محميه بالكامل وقدره تحملها عاليه جدا، وعشان كده عمرك ما سمعت خالص عن المشاكل ان ممكن يكون لا قدر الله حد عمل حادثه واسطوانه الغاز اللي عنده انفجرت والحاجات كلها اللي الناس بتقعد تتخيلها دي. الاسطوانه معموله انها تتحمل الصدمات وتتحمل الحوادث وتتحمل كل المشاكل اللي ممكن تتعرض لها على الطريق عادي جدا بدون ما يحصل لها اي اضرار، لدرجه انها محميه اصلا ضد الرصاص، وحاجه كده فخمه جدا يعني. والاسطوانه كمان بيبقى عليها عمليات فحص دوريه كل 3 سنين تقريبا، الشركه بتاخدها تعمل لها فحص في المعمل عندها وتتاكد من سلامتها بالكامل، ولو فيها اي مشكله حصلت بتتغير. وكمان كل مره بتخش تزود غاز في اي محطه، الاسطوانه بيتعمل لها فحص ظاهري كده. فما تقلقش خالص من القصه دي، الاسطوانه دايما عليها مراقبه، والاسطوانه نفسها مجهزه اصلا ان لا قدر الله لو حصل اي حريق في العربيه، فالاسطوانه بتقدر عن طريق المنظم بتاعها ان هي تطرد الغاز بره العربيه خالص وتفضي الضغط اللي جواها عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل، ومجرد بس بيبقى شويه الغاز اللي موجودين في الخطوط زي البنزين اللي موجود في الخطوط اللي ماشي تحت العربيه، وده عامل زي السبيرتو كده، مجرد ما يحصل اي حريق ولا حاجه بيطير ويتحرق في ساعتها وخلاص الموضوع منتهي على كده. فالموضوع بتاع اسطوانه الغاز ده امان جدا ومفيش منه قلق خالص. طيب يعني مش هدفع اي فلوس زياده لو انا بستخدم غاز؟ الحقيقه لا، انت تبقى وفرت فلوس كتير جدا من استخدام الغاز، وعندك نفس الصيانه العاديه بتاع عربيتك البنزين، وعندك نفس نوع الزيت العادي اللي انت بتحطه. وممكن كمان لو عايز تحسن من اداء العربيه وعايز تحافظ عليها اكتر وعايز تحط اضافات جديده في الزيت تحافظ اكتر على عربيتك اللي شغاله بالغاز الطبيعي، تستخدم الزيوت بتاعه بي فاسكو المخصصه للعربيات اللي شغاله بالغاز الطبيعي، هتديك اداء احسن وتطول من عمر عربيتك، ويبقى انت بتوفر فلوسك في استخدام الغاز، وفي نفس الوقت بتحافظ على العربيه بشكل كبير جدا عشان تعيش عمر اطول من الطبيعي اللي هي بتعيشه، وانت بتوفر الفلوس في نفس الوقت. بس كده، فاحسب حسبتك وتاكد ان موضوع الغاز ده فعلا هيوفر معاك كتير، سواء كنت بتمشي الاستخدام العادي بتاع 50 100 كيلو في اليوم، او حتى بتستخدم الاستخدام الكبير بتاع تنقلات كتير بالعربيه وبتعمل لك 40 50 الف كيلومتر في السنه. الموضوع هيفرق معاك بشكل كبير جدا ومش هياثر على عربيتك في حاجه. وزي ما قلت لك، انت بتروح هناك وبيشوفوا عربيتك وهم بيقولوا لك الحل الامثل والمنظومه الامثل لعربيتك عشان تديك احسن اداء مع الغاز الطبيعي. والموضوع بسيط، شوف اي فرع من فروع كار جاز وروح عندهم وهم هيقولوا لك التكلفه كام بالظبط وايه الجهاز المناسب ليك، وهيشرحوا لك كمان بالتفصيل ازاي ممكن المنظومه تركب على عربيتك وتديك اداء متميز طول الوقت وانت ماشي وتبقى موفر معاها يعني. لو عندكم اي استفسارات عن الغاز او حد فيكم بيفكر في موضوع الغاز وقلقان منه او سمع منه اي حاجه غريبه او في كلام كتير بيتقال عنه، اسالوني في الكومنتات وهجاوب عليكم في موضوع الغاز ده، لانه فعلا يستحق انك تبص عليه، خاصه مع الارتفاع المستمر لاسعار البنزين. الغاز الطبيعي خيار هيوفر معاك كتير طول السنه. شاكر جدا ان انتوا سمعتوا الفيديو كله، مستني لو عندكم اي استفسارات في الكومنتات.